رجلا سجل اسمه التاريخ بدم وندم وازدهار ودمار. لم تستطع الولايات المتحدة أن تطوي اسمه، فهم من ثبتوا حكمه وهم من أطاحوا به. أعلنت شركات التواصل الاجتماعي أن اسمه ما زال يتصدر محركات البحث، وأن أغلب الحسابات تلقب باسمه. لكي يتم القضاء عليه تكالبت عليها عشرات الدول من تقديم الدعم اللوجستي والعسكري والمادي. ازدهرت البلاد في عهده ودمرت أيضا في عهده. كان يتربع جيشه على ترتيب الجيوش العالمية، وكان الدينار العراقي يساوي أكثر من 3 دولارات أمريكية. كان يحكم البلاد بالحديد والنار، لكنه مع ذلك كان قيادي ماهر ومتهور أيضا، فعانى أهل العراق من اندفاعه كثيرا. ولد صدام حسين في مدينة العوجة بتكريت عام 1937. ولد في أسرة فقيرة، عانى في طفولته بكثير من اليتم والفقر واضطراب الحال، حيث توفي والده قبل ولادته ب6 أشهر. قيل أن والده قد مات بمرض عضال، وقيل أنه لقي حتفه بسبب قاطع الطرق، وقيل أنه كان ينقذ سيدة من الاغتصاب فلقي مصرعه. بالنهاية مات والده قبل ولادته. عانى صدام كثيرا من بؤسه وقسوة زوج والدته. في عام 1956 انضم صدام لحزب البعث المعارض، فقد كان صدام متأثرا كثيرا بالرئيس جمال عبد الناصر. وفي عام 1958 قام رفعت الحاج سري بتأسيس تنظيم الضباط الوطنيين، وكان أهم أعضائه عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف، حيث قاموا بخلع الملك فيصل الثاني وتصفيته بحديقة قصره، وصار عبد الكريم قاسم رئيس العراق. بعدها قام صدام بمحاولة اغتياله، حيث أطلق الرصاص عليه، إلا أن عبد الكريم قاسم تمت إصابته بالفعل، لكنه لم يمت، وأصيب صدام في العملية أيضا. بعدها قام صدام بالهرب إلى سوريا، حيث كانت سوريا مركز حزب البعث، وبعدها رحل صدام إلى القاهرة ليكمل دراسته في كلية الحقوق جامعة القاهرة. وفي عام 1963 تم تصفية عبد الكريم قاسم من قبل حزب البعث، وتولي عبد السلام عارف حكم العراق. وعندما علم صدام انطلق للعراق، إلا أن عبد السلام عارف قام بالانقلاب على حزب البعث، وقام باعتقالهم بما فيهم صدام. وتعرض صدام للتعذيب الوحشي داخل محبسه، إلا أنه تمكن من الهرب عام 1966. وفي نفس العام المليء بالأحداث لقي عبد السلام عارف مصرعه ورفاقه في حادث طائرة غامض، وتعين عبد الرحمن عارف الحكم. وفي عام 1968 اجتمع صدام بقادة حزب البعث ليقتحم صدام القصر بدبابته، وتنازل عبد الرحمن عارف عن الحكم مقابل سلامته وسلامة ولده، ليتم نفيه إلى اسطنبول، وليصبح أحمد حسن البكري منصب رئيس الجمهورية.
ويصبح صدام مسؤول الأمن الداخلي ثم منصب نائب رئيس الجمهورية. بدأ صدام في تولي مقاليد البلاد والسيطرة بقبضة من حديد، وأقام أجهزة أمنية صارمة، وعقد معاهدة اتفاق مع الاتحاد السوفيتي، وقام بتأميم شركة النفط الوطنية التي كانت تصدر النفط للغرب بأسعار زهيدة، ليدب القلق في قلب الغرب من سيطرة صدام، ولتبدأ رحلة صدام الرئاسية عام 1979، الرحلة التي لا ينساها التاريخ لحظة. حفظ الله العراق وأهله وجمع شمل البلاد العربية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعم القناة.